بطل تفكر وتقلق وتقول بينك وبين نفسك يا ترى ايه اللي هيحصل. كل الأسئلة اللي بتدور جواك وكل المخاوف اللي بتصحى معاك وتنام معاك ربنا شايفها. بس ربنا دايما بيدعوك لحاجة واحدة، ركز في إن ربنا هيدبرها، لأن التدبير الإلهي عمره ما اتأخر وعمره ما خيب أمل حد لجأ له بصدق. صدق إن الخبر الحلو جاي مخصوص ليك عشان يطمن قلبك اللي تعب من الانتظار، ويهدي فكرك اللي اتشتت من كتر التفكير، ويفتح لك باب انت ما كنتش متخيله. ربنا مش بينسى ومش بيعدي على صرختك كأنها مش موجودة. هو بيشتغل في الخفاء، في أماكن اللي عينك مش شايفاها، وبيجهز لك طرق سلام وراحة وحلول أكبر من توقعاتك كلها. يمكن انت شايف ان الدنيا واقفة، بس الحقيقة ان ربنا بيحرك حاجات فوق وتحت، وبيهيأ قلوب وبيفتح فرص، وبيشيل من طريقك اللي كان ممكن يوقعك. اوعى تفقد سلامك، اللي ماسك ايدك مش هيوقعك، واللي وعدك انه معاك مش هيتركك في نص الطريق. يمكن هتستنى شوية، بس مش هتندم ولا لحظة، لان اللي جاي من ربنا مش مجرد خبر حلو، ده تعويض وراحة وتغيير كامل لمسار حياتك. اهدى واطمن وارفع عينك لفوق، اللي انت مستنيه في الطريق ليك، والمعجزة اللي بتدق باب غيرك المرة دي جاية على بابك انت. الصلاة اللي رفعتها من قلبك يمكن كنت فاكر انها راحت في الهوا، بس صدقني ولا كلمة خرجت منك ضاعت. صلاتك اتسمعت واترفعت قدام ربنا واتسجلت لحظة بلحظة. انت يمكن مش شايف حاجة بتتغير، لكن في السماء ترتيب هادي شغال لأجلك. ما تشكش أبدا ولا لحظة واحدة، الفرحة اللي طلبتها جاية، مش بتتأجل لكنها بتتجهز. وربنا عايز قلبك يكون مستعد قبل ما الهدايا توصلك، عايز سلامك يسبق رزقك، عايز إيمانك يكون أقوى من مخاوفك، وعايزك تعرف إن كل انتظار ليه معنى. يمكن اتألمت، يمكن حسيت انك بتدعي ومحدش بيسمع، بس الحقيقة ربنا كان بيلم دموعك وبيجمع وجعك وبيحوله لطريق جديد وبركة جديدة وحياة ما كنتش تتخيل انها تكون ليك. اوقات كتير ربنا بيأخر الحاجة عشان يديك اللي احسن منها، وعشان لما الفرح يجي تعرف قيمته وتعرف ازاي حافظ عليك في وقت الوجع. اوعى تيأس، انت قربت، واللي جايلك مش بس خبر مفرح، ده تغيير كامل في حياتك، راحة وطمأنينة، وأبواب بتتفتح من حيث ما تعرفش. والحاجة اللي كنت بتسأل عليها من سنين هتجيلك في الوقت اللي هيملأ قلبك سلام مش طبيعي. فاستعد، قلبك بيتجهز وروحك بتتشكل، وربنا بيكتب لك بداية جديدة. خليك ثابت لأن الفرح على الباب، وكل دعوة قلتها جايالك بهدية إلهية. صبرك مش ضايع، كل لحظة استنيت فيها وكل دمعة نزلت وانت رافع عينيك للسما ليها صوت مسموع قدام ربنا. حتى صمتك، حتى وجعك اللي محدش فهمه، كله واصل عنده. ربنا عمره ما تجاهل قلب بيعتمد عليه، ولا ايد مرفوعة بتطلبه بإيمان. يمكن الوقت طال ويمكن حسيت ان الطريق واقف وان الدعوة اللي جواك بقت ضعيفة، بس اللي انت مش شايفه هو ان ربنا بيمهد الطريق قدامك خطوة بخطوة. الصبر اللي كنت فاكره انه ضعف هو في الحقيقة قوة سماوية ربنا بيزرعها جواك، والانتظار اللي وجعك هو نفس الانتظار اللي ربنا هيحوله لفرح يبهر قلبك. كمل، قرب، ما تستسلمش، لأن كل دقيقة صبرتها وكل مرة قلت فيها يا رب بإيمان بتتكتب لك نهاية جديدة، وهتسمع الخبر اللي يغير كل حاجة، الخبر اللي كنت بتحلم بيه واللي يمكن فقدت أملك إنه يحصل، بس هيجي وبشكل أحلى وأقوى من كل اللي خطر على بالك. ربنا وعد ووعده حق، وهتشوف بإيدك إزاي الصبر بيجيب مجد، وإزاي الانتظار بيجيب بركة، وإزاي ربنا بيعوض بطرق محدش يقدر يتخيلها. كمل الطريق، الفرح جاي والباب هيتفتح والبركة جاية في وقتها. وقت ربنا دايما أفضل بكتير من اللي كنا متوقعينه. حتى لو وقفت تتكلم عن الموضوع، حتى لو قررت
تسكت وتظهر للناس إنك ناسي، ربنا لسه شايف الشوق اللي مستخبي جوه قلبك، شايف الدعوة اللي قلتها مرة وانت مش قادر تكمل كلامك، شايف الدموع اللي نزلت، شايفك لما بتضحك قدام الناس وبدل الضحكة في وجع ساكت محدش يعرفه غيره. قريب جدا هيجيلك الخبر اللي قلبك بيتحرق عليه، الخبر اللي كل يوم بتقوم الصبح نفسك تسمعه، اللي بتتخيله قبل ما تنام، واللي بتدعي بيه في السر أكتر من العلن، لأنه إله صالح، وصلاحه مش لحظي ولا مؤجل ولا معتمد على ظروفك، صلاحه ثابت زي حضوره، وعمقه أكبر من أي حاجة وجعتك. استنى وخليك واثق، لأن اللي جاي مش مجرد خبر مفرح، دي استجابة كاملة وتعويض كبير، وفرح هيكبر في قلبك لدرجة هتقول كنت فاكر نفسي مستعد، بس ربنا فاجئني بصلاحه. سيبها في ايده، لان القصة هو اللي كاتبها ليك مش عادية، دي قصة مليانة مجد وتعويض وبركة جاية في طريقك. يمكن انت شايف دلوقتي صفحة صعبة، فصل موجع، بس ربنا عمره ما ختم الحكاية قبل ما يكمل خيرها. اوعى تستعجل النهاية. في اللحظات اللي تحس فيها ان كل حاجة وقفت، هو بيكون شغال في الخفاء، بيرتب وبيفتح ابواب عمرك ما توقعت انها تتفتح. ربنا بيكتب لك نهاية مختلفة، نهاية فيها نور يغلب كل ضلمة اللي عدت عليك، نهاية فيها فرح يعوض السنين اللي ضاع فيها قلبك، نهاية فيها انتصار يرفع راسك بعد كل انكسار مر بيك. سيبها في ايده، هيقويك في الأماكن اللي ضعفت فيها، ويفتح لك أبواب كنت شايفها مستحيلة، وهيكمل الصورة اللي انت شايفها ناقصة. ما تقلقش، ربنا ماسك في كل حاجة، حتى لما تحس ان الدنيا ضاقت هو دايما موجود، مش بينسى حد صبر واستنى، وما بيهملش حد محتاج. كل دمعة نزلت هو شايفها، وكل هم في قلبك هو عارفه، كل دعوة خرجت من قلبك ربنا سمعها قبل ما توصل لشفتيك. ثق انه معاك في كل خطوة، حتى لما الطريق يبقى مظلم هو بينور لك الطريق خطوة خطوة، وما بيترككش تواجه لوحدك. حتى لما تحس إنك ضعيف، ضعفك بيكون ليه معنى، لأن ربنا بيحول تعبك لقوة. افتح قلبك واطمئن، ربنا عنده خطة لكل حاجة في حياتك، كل انتظار لنهاية وكل صبر ليه ثمرة. حتى الجرح اللي حاسس بيه ربنا هيحوله لبداية جديدة، لفرح ما تتخيلهوش. خليك واثق، مهما كانت الأيام صعبة ربنا قادر يحولها لنور. سيب كل شيء في ايده، هو شايف كل خطوة وبيعرف احسن وقت لكل شيء. هو بيشتغل في حياتك بصمت، وبيجمع لك الامور بطريقة عجيبة. احيانا بتحس انها مجرد صدفة، لكنها في الحقيقة تدبيره الحكيم. ثق انه مش بينسى ولا بيتأخر، حتى لو الزمن بالنسبة لك طويل، بالنسبة له كل شيء في مكانه الصحيح، والأجمل دايما قدامك. افتكر دايما اللي ربنا مخبيهولك أحلى من أي شيء تقدر تتخيله. اللي يتأخر أحيانا هو بس عشان يجي في أحسن صورة، وكل مفاجآت ربنا ليك أقوى من كل أحلامك. سيب قلبك مطمئن وركز على كل لحظة خير حواليك، حتى أصغر بركة هي خطوة على الطريق للفرح الكبير. خليك واثق، لأن اللي جايلك كله خير وبركة. آمين.